انا عندي السكشن اللي هو 110 26 اي واحد التيبل دوت. ده بيبقى فيه اكتر من كونديشن، الكونديشن الاولاني والتاني والتالت. كونديشن الاولاني لو عندي equipment electrical equipment ما بينها وبين باب قدامها مثلا، او ما بينها وبين حائط، او ما بينها وبين electrical equipment تاني. لما باجي اصيز غرفة المحولات بفترض ان المحول electrical equipment، يبقى ما بين المحول والباب هيبقى كونديشن واحد، المحول والحيطة هيبقى كونديشن اتنين، المحول والمحول هيبقى كونديشن تلاتة. بس السؤال هنا هو المحول دوت لو فولتج اكويبمنت ولا ميديوم فولتج اكويبمنت؟ طبعا المحول بتاعي هيبقى فيه جزء لو فولتج اكويبمنت وجزء ميديوم فولتج اكويبمنت زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، في جزء ميديوم فولتج اكويبمنت وفي جزء لو فولتج اكويبمنت. انا هعتبر ان المحول كله ميديوم فولتج اكويبمنت، وبالتالي مش هستخدم التيبل اللي هو في حالة المحول، مش هستخدم التيبل اللي هو 110 26 اي واحد، ولكن هستخدم التيبل اللي هو بتاع ميديوم فولتج اكويبمنت اللي هو رقمه 110 34 اي 34 اي على حسب. يعني مثلا لو عندي محول 13 و8 على 400 يبقى انا هختار هنا السطر دوت، وبناء عليه السطر دوت وبناء عليه اهو دوت، بناء عليه كونديشن واحد هتبقى 1.5 متر، كونديشن 2 1.8، كونديشن 8، كونديشن 3 هتبقى 2.8. هنيجي نشوف مثال عملي. انا عندي كل محول ليه باب علشان يخش منه دايركتلي في مكانه. طبعا المحول بيخش الغرفة على ريل وبيبقى ليه عجل. عندي ما بين المحول والمحول في كونديشن 3، بين المحول والحيطة كونديشن 2، بين المحول والحيطة كونديشن 2، بين المحول والباب كونديشن 1، وهكذا بالنسبة لبقية غرفة المحولات. طيب لو هتكلم بعد كده على المولدات، بالنسبة للمولدات في عنده نوعين من المولدات، في مولدات بتبقى ميديوم فولتج وفي مولدات بتبقى لو فولتج. في شركات زي كومينز بتبين شكل غرفة المولدات حسب عدد المولدات بيها والكليرنس ما بين المولد والتاني وهكذا. يعني على سبيل المثال انا شايف هنا قدامي هو ريتنج من المولدات، وانا عندي 4، طبعا الكتالوج يبقى فيه 4 و3 و2 و1. بيديني هنا دايمنشن خاصة بأبعاد الأوضة كلها، توتال روم دايمنشن. بعد كده بيديني دايمنشن بتبين لي البوزيشن بتاع المولد ايه هو في الأوضة، ودايمنشن خاصة بالالترنيتور، ودايمنشن خاصة بالترنش. يعني عندي اي بي لحد ان. طب شوف الصفحة اللي بعديها بيبين الكلام ده ازاي. ادي عندي 4 مولدات هنا. ان دي بتبين لي ما بين جسم المولد لحد اول ترنش الكهرباء، ام هو عرض ترنش الكهرباء، ال اللي هو ما بين ترنش الكهرباء ومنتصف المحور بتاع المولد، الزد المسافة بين المولد والمولد. ايه تاني هنا المسافة دي برضو دي توتال دي اهيت، وده توتال ايه بتاع الغرفة. الراديوتور هنا دي زائد واي يديني المسافة ديت بتاعت الراديوتور. المسافة ما بين محور المولد والحائط بي عرض الراديوتور اف. بالتالي انا لو عايز احط مولد خامس هيبقى عندي الزد بيتكرر والبي ما بين المولد الخامس والحيطة، والان عرفناها، والترنش بتاعي هنا بيبقى 30 سم زي ما احنا شايفين. طيب الكلام ده فين؟ الكلام دوت على مولدات اللو. شركة زي كاتر بيلر ما بتديش الكلام ده، بتديني ابعاد المولد وبس. طيب افرض انا ما عنديش الداتا بتاعت يعني استعملت مولد كاتر بيلر، يبقى لازم اجتهد واخش اجيب ابعادي والكليرنس ما بين المولد والمولد من اكو. يبقى اتفقنا ان اللي قدامي ده لو فولتج بس. طب هنتكلم على لو فولتج وميديوم فولتج
بصفه عامه لاي منتج من الايه، من المولدات. ازاي؟ اهو عندي دي اوضه مولدات، عندي هنا ده باب دخول وخروج بس، افراد مش اكتر ولا اقل، ومولدات بتخش من هنا في اول المشروع، وبيبقى فيه باب عامل زي اللوفرز كده، بيتشال بتفك بمسامير وتدخل المولد وتخرج المولد زي ما احنا عايزين. هيبقى عندي ما بين المولد والحيطه كونديشن 2، مولد والحيطه كونديشن 2، ومولد ومولد كونديشن 3، وهكذا. بس سواء بقى الكلام دوت انا بطبق التيبل بتاع اللو فولتج اكويبمنت، او بطبق التيبل بتاع الميديوم فولتج اكويبمنت، اللي هم عندي ميديوم فولتج اكويبمنت لو كان المولد ميديوم فولتج يبقى 110 34 ايه، لو كان المولد لو فولتج 126 ايه واحد. طب لو عندي مولد لو ومولد ميديوم، لا ده في اوضه وده في اوضه. لو عندي مولد لو ومولد ميديوم، ده في اوضه وده في اوضه. طيب لو عندي محول ميديوم، لو عندي محول ميديوم على ميديوم ومحول لو على ميديوم، يبقى عندي برضه ده في اوضه وده في اوضه. يبقى المحولات الميديوم على ميديوم في اوضه، ومحولات الميديوم على لو في اوضه. تمام. وكل اوضه هيبقى فيها محولات ميديوم على ميديوم هتتبع السبيسنج الخاص بالكود بالكونديشن بتاعته، و والاوضه الثانيه اللي هي محولات الميديوم على لو هتتبع الكونديشن الخاصه بالكود، برضه هتبقى هي برضه كأن المحولات اللي هنا ميديوم على ميديوم ميديوم، وكأن المحولات الميديوم على لو تعتبر ميديوم. بس ده سيستم بيبقى هاي فولتج شويه عالي اللي هو ميديوم على ميديوم، والسيستم التاني هاي فولتج شويه او ميديوم فولتج شويه اقل بيبقى ميديوم على لو، وبالتالي كل واحد فورس.